بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، متابعي صدى البلد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، مدينة الشباب والرياضة اللي بها الملاعب الرياضية، اللي بها كل شيء الحقيقة، اللي أصبحت الآن حديث الصباح والمساء في مصر بعد أن أصبحت أصبح أول ملعب في شرم الشيخ يستضيف لقاء في بطولة الدوري العام. الأهلي مع النادي المصري في مباراة بعنوان الأمل لولاه عليا. الأمل للنادي الأهلي في الاستمرار في المنافسة على مسابقة الدوري العام، على درع الدوري العام، والمصري أيضا الأمل أن يحتل مركزا متوسطا في جدول المسابقة. المصري الذي بقي في الدوري العام قبل نهاية مبارياته أو قبل نهاية الدوري بثلاث مباريات بعد أن فاز في مبارياته الأخيرة وضمن البقاء في مسابقة الدوري العام. أما النادي الأهلي باسمه وتاريخه ونجوميته، النادي المصري والآخر ارتدى تيشيرت مكتوب عليها 53 شهيد، ويبدو أننا يعني أصبحنا هو في نك الجراح سواء من النادي الأهلي أو من النادي المصري، وكأننا كل مرة عايزين نعمل مشكلة بيننا وبين بعضنا. خلينا نقفل ملف الشهداء والضحايا دائما وأبدا في قلوبنا، ونجعل كرة القدم لكرة القدم فقط لا غير. مباراة يديرها حكمنا الدولي المتألق هذا الموسم محمد الحنفي، ومعاه سمير جمال وهاني عبد الفتاح، وحكما رابعا محمد ابو خاطر. تشكيلة النادي الاهلي: شريف اكرامي لحراسة المرمى، قدامه باسم علي، سعد سمير، محمد نجيب، حسين السيد، ومعاه حسام عاشور، عبد الله السعيد، وليد سليمان، مؤمن زكريا، رمضان صبحي، عمرو جمال. دكة بدلاء النادي الاهلي ودكة قوية للغاية، منها احمد عادل، شريف عبد الفضيل، صبري رحيل، محمد رزق، تريزيجيه، عماد متعب، صلاح الدين سعيد. اما احتياطي النادي المصري فاحمد مسعود، احمد ياسر، اسلام صلاح، احمد سمير، حماده يحيى، عبد الله شحات، ومحمود عبد الحكيم. على الجانب الاخر في تمام الساعة 10 تبدأ مباراة هامة جدا تجمع ما بين فريقي الزمالك والاسماعيلي، مباراة في غاية الاهمية، والزمالك الذي يحمل ويأمل في الفوز وفي انهاء بطولة الدوري العام هذا الموسم مبكرا، هو يتمنى هو الاخر انه يفوز النهاردة وانه يحسم بطولة الدوري العام. الاهلي باماله وطموحاته وامال جماهيره، النهاردة عودة نجمه الكبير شريف اكرامي لحراسة المرمى، وكالعادة لافتات رحم الله شهداء مصر جميعا، ربنا يرحم الجميع سواء من القاهرة، من بورسعيد، من الاهلي، من اي حتة يعني، لكنه اعتقد انه اصبح يعني كفاية نك الجراح الحقيقة، لانه يعني تعبنا كتير جدا على مدى السنوات السابقة. لا احد سينسى شهيد ولا احد سينسى ضحية، ولكن ابدا تستمر الحياة وتستمر الروح الرياضية هي الاهم بين الجميع، وابنائنا دائما وابدا يكونوا في قلوبنا، دائما وابدا لن ننسى احدا منهم، وهناك عدل وهناك قصاص موجود في مصر. نؤمن جميعا بعدل مصر وبقضاء مصر العادل. وانطوت صفحة محاكمات المتهمين في قضية استاد النادي المصري او استاد بورسعيد. خلينا نسمي الامور بمسمياتها. بورسعيد هي مدينة جميلة، هي مدينة باسلة، هي مدينة رائعة قدمت تضحيات على مدى تاريخها لمصر كلها وليس بورسعيد فقط لا غير. وايضا النادي الاهلي هو نادي الوطنية، ودائما وابدا ما قاد الحركة الوطنية في اوقات كثيرة جدا، وبالتالي ما حدث لا نريد ان نتوقف امامه كثيرا. وهذه الروح الرياضية الممتازة من الجهاز الفني للنادي المصري مع الجهاز الفني للنادي الاهلي، وباذن الله عز وجل تعود الروح الجميلة وتعود العلاقة الطيبة. ده كابتن مجدي عبد العاطي المدرب المساعد للنادي المصري، وهو من ابناء نادي انبي الحقيقة، واصلا هو من سيرس الليان، واعتقد انه لفتة طيبة. والجميع يقف دقيقة حداد على كل الراحلين، على شهدائنا، كل شهيد مصري، كل قطرة دم مصرية يعني سقطت في الآونة الأخيرة، كلنا نترحم عليها ونقرأ الفاتحة. ما بحبش كلمة دي أحداد، لكن أحب قراءة الفاتحة، أو كل يصلي بلغته وبديانته. هذا هو محمد الحنفي حكم المباراة الكفء الذي أدار أكثر من مباراة هذا الموسم، وكان عند حسن الظن به وبالجميع. ذكركم مرة أخرى بتشكيل فريقين: شريف إكرامي، باسم علي، سعد سمير، محمد نجيب، حسين السيد، حسام عاشور، عبد الله السعيد، وليد سليمان، مؤمن زكريا، رمضان صبحي، عمرو جمال. في المقابل محمد عواد، سيد عبد العال، ويلسون أكاكوبو،
ومحمد جبر، محمد عادل، عمرو موسى، عاشور الادهم، عبد العزيز موسى، محمد خليفه، احمد رؤوف ومحمد اشرف، محمد الحنفي، سمير جمال، هاني عبد الفتاح، والرابع هو محمد ابو خاطر. مباراة تحمل كثير جدا، ويطلق الحكم الدولي محمد الحنفي اعزائي المشاهدين صافرة بداية اللقاء. ولو انت